بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي عدسة مازن، حياكم الله مرة أخرى، ولقاءنا يتجدد بكم مرة أخرى، وهذه الجلسة عن استوديو ما قبل مباراة الظاهر وشباب السويح. وأتوقع إن شاء الله أن تكون هذه الجلسة وهذا الاستوديو يكون إن شاء الله مميزا لما يفرضه الواقع من إمكانيات فنية جميلة في هذين الفريقين. مرة أخرى أرحب بالضيفين الكريمين، الكوتش مبارك بن بخيت الجعفري، وأيضا الكوتش القدير علي الزبير. أهلا وسهلا بكم. دائما متعة لما ألتقي بكم، وصراحة صدى جميل لهذا البرنامج من خلال المتابعة الكبيرة، ودائما انهالت علينا عبارات الشكر لنجاح هذا الاستوديو التحليلي، وهذا يعكس مدى تمكنكم أيضا من هذه الناحية. الزاوية التي نستهل بها اللقاء كالعادة، نختار زاوية محور نتحدث عنه، هذا المحور بعد ذلك ننطلق إلى الجانب التحليلي. طبعا إذا تساءلنا أو تساءل الجمهور أو الشارع الرياضي عن ما تفرزه هذه الدورة من مواهب شابة جميلة تبرز نفسها وتفرض نفسها في أيام الدورة الصيفية، لكن للأسف عندما يختار النادي الفريق من هذه الدورة، للأسف أن هؤلاء الشباب لم يظهروا بتلك الصورة، أو يصير أحيانا عزوف من بعض الشباب عن المشاركة في هذه الدورة. فهذا ربما قضية شائكة تشغل الشارع الرياضي أو المهتمين بالجوانب الرياضية. لماذا يعزف الشباب في هذه الدورة عن الالتحاق بالنادي والمشاركة الفاعلة مثل ما هم يبذلوا هذه الجهود الطيبة أيام الدورة الصيفية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الموضوع جميل جدا صراحة، وزاوية ممتازة اخترناها اليوم. شوف، هو الكلام كله يرتبط بالحلقات الماضية اللي تكلمنا فيها. كنا نتكلم عن موضوع ليش الفرق تنتدب لاعبين من برا، ليش الفرق ما تثق في حراسها، ليش الفرق ما تثق في لاعبينها. هذا مرتبط بالموضوع اللي نتكلم فيه اليوم، الحلقات السابقة، لأن أصلا ما في لاعبين بيتأسسوا في النادي ولاعبين بيروحوا النادي عشان يطوروا من نفسهم. لذلك الفرق تلقى دائما للاعبين المحترفين. لو كان في لاعبين بعد الدورة الصيفية دائما يمثلوا النادي، هذا راح يكون شيء إيجابي بالنسبة للاعب. حتى الفرق راح تكون عندها ثقة، بيقول لك أنا عندي حارس يلعب في النادي، ليش يجيب حارس من برا؟ فهذا شيء مرتبط بهذا الشيء. لو حسبنا الشيء الآخر، دائما تحس اللاعب بالدورة الصيفية، ودائما انت كنت حتى الحلقات الماضيه قلت تقول يعني من ضمن الاشياء اللي اخذناها نحن نتكلم ان المدرب يعاني لحد ما يعطيه تكتيك اللاعب الهاوي، وانا قلت لك هذا لاعب هاوي، واي اللاعب ما عنده طموح ان يمثل النادي ولا يتطور. حده الدوره الصيفيه يعتبروها محفل بالنسبه لهم، يلتقوا شهر 5 ويبذل كل طاقته. بعد ما يخلص يقول لك خلاص انتهى مشواري من الرياضه، نلتقي مره ثانيه شهر 4 او شهر 5. فتحصل ان ما عندهم طموح انهم يمثلوا النادي ولا يجوا النادي. يمكن أيضا عوامل أخرى كوتش علي الزبير، يمكن عوامل أخرى يعني تجعل هؤلاء الشباب أن يعزفوا عن المشاركة في النادي، وهذا ربما يعني خطأ، أنا نشوفه خطأ. يعني لو كان استمروا ولو كان كذا مثل ما أشار كوتش مبارك أنه يمكن هو يبرز نفسه ويبرز ذاته في النادي. هل هناك عوامل أخرى وأسباب أخرى تجعل اللاعبين يعزفون؟ نعم، أنا بفتكر إنه يعني النادي هو الأهم والولاية هي الأهم. الفرق دي كلها بتنضوي للنادي. والنادي هو الخلاصة أو الزبدة بتوصل اللاعب للمنتخبات وللشهرة والفائدة المادية والفائدة الأدبية والسمعة وإكساب الخبرات الكبيرة، لينتمي لأندية كبيرة ولمنتخبات متدرجة من الناشئ إلى شباب إلى أولمبي وخلافه. ودي فيها فوائد كثيرة جدا جدا. من بعدها حاجة نمرة 2، الشعور اللي أنا حسيته إنه اللاعب في النادي في منطقته بيلعب من كل قلبه. نعم. لعلاقاته القريبة بالمنطقة اللي بيلعب فيها. نعم. بيفتكر إنه انتماء يمكن انتماء أكثر. انتماء أكثر. نعم. للحي اللي بيلعب فيها. نعم. المنطقة اللي بيلعب فيها. نعم. أما النادي بيفتكر إنه هو بيجي في محل غريب عليه، جديد عليه، واللاعبين اللي بيلعبوا معاه برضه من مناطق مختلفة، رغم إنه دي ولاية واحدة.
نعم. والهدف هو الولايه الواحده. نعم. ما الهدف قبل يكون الولايه يكون لعب المناطق والحارات والاسماء الاخرى جوابي وغيره 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 وغيره. نعم. انا افتكر برضه في تفكير من الناحيه الماديه، انه بيفتكر انه في النادي ما بيستفيد ماديا. أيوة. والحل ممكن يكون في انه بعد الاختيار الاجتماع بهؤلاء اللاعبين أيوة. والاتفاق معهم حسب الشروط بتاعت التعاقد. لانه اللاعب بيفكر في الماده، يعني انا بعرف انه في لاعبين احنا اخترناهم كم مره وما جوا النادي لعدم الاتفاق والوصول الى اتفاق بينهم وبين اداره النادي. اذا ربما عوامل اخرى، ربما ارتباطهم بدراسه، ربما ارتباطهم بعمل، ربما ارتباطهم ايضا حتى بالبعد المكاني، وان كان النادي في يمكن في الاعوام الماضيه قد وفر بعض وسائل المواصلات من الحده، من السويح، من الاصيله، من الاشخره، من نفس الفكره استاذ صالح. حتى اداره النادي بنفس الفكره، على ما تقول الحين نفس المثل. النادي كان عنده فكره ان المناطق الساحليه لبعد المسافه بيعملهم تجمع هناك. التجمع يكون ناس مشرفين عليه مع المدرب اللي موجود في النادي، على اساس ان هم قبل التمارين الاساسيه بيكونوا موجودين هنا، يعني 3 ايام بس في الاسبوع. ترى تمرين النادي عامل طبعا تجميد الفريق الاول، اللهم يشتغل على المراحل. والمراحل مثلا الاولمبي بيتمرن 4 ايام في الاسبوع، يعني قد يكون هناك يومين ويومين هنا. فهم كانت الفكره، لكن الفكره ما نجحت لظروف ان اصلا لاعبين السواحل بشكل عام المنطقه الساحليه ما يتشجعوا للنادي اصلا. من يخلصوا الدوره هذه خلاص بيروحوا وما بيرجعوا. يبقى اللاعبين اللي في مركز الولايه فقط اللي هم متشجعين للنادي، وهذا دليل ان كل اللاعبين اللي موجودين في الولايه دائما موجودين. وعندك حتى دليل، يعني عندما عندك مواهب شابة جدا من فريق الحيرة ودائما تحرص على المشاركة في النادي، وتحصل أن فريق الحيرة دائما متميز، ما عدا هذا العام صراحة كبوة حصان، لكن يعني عناصره الآن منتشرين في الفرق، وعناصر دائما تحضر في النادي، وصراحة مواهب جميلة جدا في هذا الجانب. هي أنا بفتكر الحيرة لأنه قرب المسافة من النادي. نعم. يعني اللاعب لما يكون قريب منك انت ممكن في اي لحظه حتى لو مريض او ما جاء التمرين او بتاع، ممكن مدير الفريق يكون على اتصال معه او يمشي له بسيارته يشوف الحاصل له شنو، يحل مشكلته يجيبه كده. قرب المسافه لها تاثير في الكلام ده، وبعد المسافه عندها حل. يعني اللعيبه في البحر ممكن يوفر لهم مثلا تاكسي ولا باص ولا اي حاجه من حاجات النادي. حتى اداره الحيره مثلا ذكيه جدا انها دائما تزج بهذه العناصر الى النادي. اذهبوا الى النادي تصقل هذه المواهب. بينما ايضا عندك فرق في مركز الولايه سي حسن، عندك الظاهر، عندك الفليج، عندك الاتحاد الغربي وغيرها من الفرق القريبه تكون شويه اقل شويه مشاركتهم من الحيره، بدون ان نحن نمس في فريق دون اخر، لكن يعني هذه كظاهره نحن نلمسها. ناتي الى زاويتنا اللي هي ايضا رئيسيه، وهو الحديث عن مباراه دور الثمانيه لفريقي شباب الظاهر وشباب السويح. اعتقد تكافؤ، تكتيك، فنيات، اعمار متقاربه، مدربين محنكين او مدربان محنكان. ربما والله هي المباراة اللي هي بتكون، أنا أتوقع أن هي بتكون الأجمل من ناحية اللمسات الفنية وتجارب الفريقين وتجارب المستوى الفني. راح يكون هذا شيء عامل إيجابي إن احنا نستمتع في المباراة. لو تكلمنا قليلا عن الظاهر، يعني الظاهر في كل سنة يفاجئنا بمستواه الرائع بأمانة. كفريق كرة جميلة ممتاز، انتشار، لعب كتيم مع بعض. يعني فريق الظاهر من الفرق اللي الخطوط كلها متكاملة. أيضا حتى استقرار مع الجهاز الفني المدرب هذه صاير ما شاء الله من زمان، يعني كان سواء كان مدربا سواء كان مساعد مدرب، ومع هذه التشكيلة الجميلة هو دائما معهم ساعد الفريق. هذا اللي ساعد الفريق، يعني هو ابن الفريق. ممكن العام كان قايب كقائد للفريق، ممكن كان خليفة الجعفري موجود، الكوتش خليفة، بس رجع السنة وهو فاهم
يعني وضع اللاعبين، فاهم الفريق، ولذلك ما كان عنده صعوبة أنه يرجع الفريق للمكان الحقيقي يعني. رغم أن العام الماضي فريق ما كان سيء، ولكن يمكن طلع من دور 8 ودور 4، أنا ما أذكر بالتحديد، ولكن الفريق كان جيد وممكن كان يوصل للنهاية. السنة الظاهر طاح، احنا كنا نتوقع أن وقوعه في المجموعة كان بشكل صعوبة، لكن الحمد لله الظاهر فاز على فريق كبير ونعتبره الزعيم فريق الحيرة، وراح للدور 8. هذا شيء يحسب له فريق الظاهر. إذا تكلمنا عن فريق السويح بشكل مختصر، فريق السويح هو الكابتن سالم يوسف عودنا أو رجعنا لزمان القديم لفريق السويح. فريق السويح الحين ظهر فريق السويح بالكورة، لمساته باينة الكوتش سالم، فإن شاء الله بنشوف مباراة ممتعة إن شاء الله. باينة الكوتش سالم، فإن شاء الله بنشوف مباراة ممتعة. نعم إن شاء الله. كابتن علي، ربما فريق السويح هذا العام من خلال 3 مباريات أمتع الحضور وبشهادة الكثير من الناس، وأنا شهادتي مجروحة في هذا الفريق، لكن فريق السويح هذا العام كانت له بصمة جميلة في نقل الكرة من الدفاع إلى الوسط إلى الهجوم بطريقة تكتيكية جميلة جدا، تبرز أولا مدى تمكن هذا المدرب في عودة الروح لفريق السويح، وفي عودة المستوى الفني، وأيضا التشكيلة الجميلة في الفريق إلى أن وصل إلى الدوري 8. أنا أفتكر في فرق بين الفريقين. نعم. لو نظرنا لفريق السويح بنجد انه فنيا من الناحيه الفنيه هو الافضل في نقل الكرات، قطع الكرات، التمرير مع بعض بكل انواعه عن طريق الاطراف من العمق والوصول لمرمى خصمه، وعنده الامكانات بتاعت اللاعبين اللي بتساعد في العمل ده. في نفس الوقت بيجيد الارتداد للمدافعه بعدد وافر من اللاعبين، يعني شكله جماعي في الحالتين دفاعا وهجوما. ومن الناحيه الفنيه هو بيجيد الاختراق والتمرير والتهديف وكده. في نفس الوقت لو نظرنا لفريق الظاهر بنجد انه رغم الخبره اللي في بعض اللاعبين عندهم، لكن هم بيعتمدوا على الجانب البدني القوي. يعني الناس اقوياء اجسام، سريعين في حركتهم، بيمتازوا بالاداء القوي، التمريرات المتوسطه والطويله، وباقل عدد من اللمسات هم ممكن يصلوا لمرمى خصمهم. فده الفرق بين الفريقين. فانا بتوقع انه المباراه تكون من ناحيه فنيه ومن ناحيه الناحيه البدنيه تكون مباراة قوية مميزة، وفنيا تكون فيها لمحات جميلة وأداء قوي، واللي بيلعب أكثر ويستفيد من فرصه هو اللي بيكسب إن شاء الله في الماتش. نعم. السويح وقع في مجموعة قوية، والفرق الأربعة هي كانت يعني ربما أقدر بأن تصعد إلى دور 8. الفرق الأربعة لو كانت متوزعة في مجموعات أخرى صراحة بما شاهدناه من مستوى في شباب الأشخرة، في الجوابي، في السويح، في الرويس. فريق السويح في 3 مباريات 3 لاعبين أخذوا أفضل لاعب، هم من يعني من الفئات الصغيرة، أمين ومصبح وهادي في 3 مباريات. هذا يعكس مدى يعني ربما الناحية شوف فريق السويح يلعب كتيم مع بعض، يلعب كرة جميلة، كرة جماعية. الشيء اللي يحسب للفريق السويح ليش تميز اللاعبين هو اختيار المدرب التشكيلة المناسبة. الشيء الثاني توظيف اللاعبين في المكان الصحيح. دائما إذا كان في توظيف صحيح، إذا كان في تمركز صحيح، كان لعب جماعي موجود، أكيد اللاعب يظهر. إذا جينا على مصبح لاعب موجود لحد الآن في النادي، فلذلك هذا جالس يتطور من مرحلة إلى مرحلة. لو جينا لأمين من اللاعبين اللي جالس يشتغل على نفسه حتى من بعد ما توقف الدورة دائما يكون شغال، فهذا شيء يساعدهم انهم يظهروا. ايضا هذه يمكن في دوامه، يعني دائما عندهم فريق وجالسين يشتغلوا، فلاعبين جالسين يساعدوا نفسهم بنفسهم عشان هم يظهروا في الدورة، يصقلوا انفسهم ويظهروا بهذا الصورة. كابتن علي، إذا سألتك عن فريق الظاهر أيضا لا يستهان به، فريق قوي جدا وعناصره فيها تحصل هذه العناصر عندها أيضا تماسك، عندها أيضا روح، عندهم أيضا حب الفوز والظهور بصورة دائما مميزة. هو فريق الظاهر أنا أفتكر خبرته أحسن من فريق السويح للعناصر الموجودة فيه. وفريق الظاهر ظهر في دورات سابقة من أفضل الفرق، وبيدخل دور الأربعة، ومرة كان بيلعب في النهائي أو قبل النهائي.
يعني فريق متمرس في البطولة. ودي طبعا لها أثر كبير في الأداء اللاعبين واستقرار الفريق، استقراره من ناحية البذل والمجهود اللي بيبذله والنتائج اللي بيحققها والوصول لهذا المركز ما حاجة سهلة. وفريق الظاهر بيعتمد على القوة البدنية مع المهارات الموجودة فيه، بيعتمد برضه على القوة البدنية وسرعة اللعب، سرعة الأداء والتمريرات المتوسطة والطويلة، وبأقل عدد من اللمسات ممكن يصل خصمه. ففريق يعني فيه عناصر مجيدة، وفي كل الخطوط بنجد انه في عناصر دور قيادي في الوسط، في الود ماجد، وفي الدفاع في بعض العناصر في قلبين الدفاع وعدنان وخلافه، وعنده حارس ما بطال اللي هو كان في النادي اسمه قاسم، وافتكر برضه هجومه ما بطال. يعني في عناصر دور قيادي في الفريق، وفريقه منسجم ومتفاهم لأنهم هم أولاد حارة أو أولاد منطقة معينة ولهم علاقات مع بعض وصداقات وقرابة. ده برضه له أثر في الأداء. الروح المعنوية والحالة النفسية بتكون مريحة للاعبين لأنه بيلعبوا بتجانس وتفاهم كبير جدا جدا عشان يحققوا المطلوب. نعم كابتن مبارك، إذا سألتك عن اللعب الذي يمكن أن يلعب به الفريقان، يعني هل هو بيكون في تحفظ والاعتماد على الهجمات المرتدة أم سيكون اللعب مفتوح؟ تتوقع؟ والله توقعاتي انه ليش انا قلت لك هذه الفريقين بيلعبوا كرة جميلة. بشكل عام هم الفريقين انتشارهم في الملعب جيد، لذلك اصلا السمات الدفاعية شوف كلاعبين لاعب من لاعب يعني يختلف. ليش انا اقول لك مثلا فريق الحدة ممكن انه يلعب بتوازن؟ لان ستايل اللاعبين مالهم لاعبين انضباطيين اكثر، هذا اللي تحصل فيهم ميزة اللاعبين المهاريين سواء كان في السويح او كان في الظاهر. اتوقع ان السويح بيلعب لعب مفتوح، ايضا الظاهر بيلعب لعب مفتوح، خاصة ان انت لو حسبت ان السويح راح يلعب بتشكيل معين اللي هي 4-2-3-1 ودائما يعتمد عليها. الشيء الثاني الكابتن سالم يوسف دائما يركز على لاعبين الوسط ان هم التبادل اللامركزي، ايضا اللعب دائما على الاطراف، ودائما اللعب على الاطراف يكون ممتع. ايضا كل كره تكون دائما مع لاعب الاطراف دائما يكون زايد عند لاعب الارتكاز عشان يقدروا يمرروا الباص بسهوله. فهذا الشيء راح يظهر غدا. ايضا فريق الظاهر من الفرق اللي تلعب كوره جميله، ايضا يلعب 4-1-4-1 الكابتن هادي، وهذا الشيء راح يكون يساعد اصلا الخطوط الوسط ان تكون متقاربه ودائما اللاعبين قريبين من بعض ودائما يمرروا السهل الممتنع اللي هو الباص ودائما يمشوا للمرمى. اذا هناك مثلا طريقه معينه، هل تعتقد ان الكابتن او المدرب هادي الصايغ بيستطيع ان يغير من اسلوب لعبه كتكتيك ام سيعتمد على نفس الطريقه 4-4-1 لأن أصلا هم اللاعبين متعودين عليها؟ هل تعتقد أنه بيغير من صيغة اللعب أم ستستمر الصيغة كما هي؟ الطريقة هي بتتغير في بعض الأحيان. أو المدرب ما ممكن يكون عنده طريقة واحدة. يكون عندك عدة طرق. على حسب قراءته للمباراة. حسب قراءتك للمباراة. حسب إمكانات الخامة الموجودة عندك. حسب المباراة اللي حتلعبها ضد مين. ضد أي فريق. في مباريات بتلعبها ضد فريق صعب جدا. عنده وسط وهجوم فعال وخطر. لازم تلعب بطريقة تقفل فيها منافذك مضبوط. إن كانت 4-4-2 أو 4-5 أو 4-2-3 أو 3-2-1 حسب الخصم اللي بتلعب ضده. ومفترض إنه يعني حسب برضو عند الخامة الموجودة عندك أنت ذاتك. عشان أنت الهدف اللي عايز تطلع به وتطلع به. من تتوقع يفوز؟ خلينا نختم. أنا بتوقع إنه الظاهر يفوز. أتوقع يعني. وكابتن توقعك؟ والله هو بننصف التوقعات. انا اقول ان السويح راح يكون هو الصاعد لدور الاربعه. ليش اخترت السويح؟ لان السويح ممكن خبرة لاعبينه. الشيء الثاني المهاجم محمد الكيومي ممكن عنده حلول. ايضا الشيء الاخر الاعتماد على تغيير الاسلوب دائما، ومدربهم دائما في الشوط الثاني يبين انه قرر الخصم. فتلاحظ ان الاحصائيات دائما الشوط الثاني يكون للسويح دائما، فبيعتمد اكيد على سرعه هادي، الكره الطويله دائما من اسعد، راح ينوع في اللعب، فلذلك عنده اكثر حلول في الملعب. انا احس ايضا الكلمه اللي توجهها للجماهير، للمتابعين، لمحبي المستديره في دور تشجع فريقك بنادي الوحده. والله زي ما تكلمنا قبل كده انه بعتبر انه الجمهور هو فاكهة المباريات. وهو ملح الطعام زي ما بيقولوا. فالجمهور يعني بيخش بكثافة وبيدعم فرقه وبيشجعه
وأتمنى هذا المجهود وهذا الجمهور يحضر لمباراة النادي حتى، لأنه النادي هو الولاية وهي اللي بتلم الكل وتشمل الكل. فجمهور فعلا مثالي في سلوكياته لحد الحين وفي نظامه وفي تنظيم الدورة ذاتها. طيب شكرا لك كوتش علي الزبير على هذه التحليلات الجميلة، وكذلك الشكر موصول للكوتش مبارك الجعفري، وشكرا لكم متابعي عدسة مازن عبر الاستوديو ما قبل المباراة لفريقي السويح والظاهر، ونامل إن شاء الله أن نشاهد مباراة ممتعة كما حللها المدربان، ونتمنى إن شاء الله أيضا مساندة جماهيرية، وأن تستمر هذه الدورة بجاذبيتها بجمالياتها بتفاصيلها المختلفة. والشكر كل الشكر لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.